مستمعي راديو هيفي FM، أسعد الله أوقاتكم. تعتبر المرأة مرتكز الحياة الاجتماعية، تساهم في تطورها وتحدث الفارق بين أزمنتها حسب درجة الحرية التي تكتسبها. وتبقى المرأة المثقفة في الطليعة، تساهم في تغيير الواقع وحل إشكالاته المختلفة. ويسرنا في منتدى هيفي الثقافي لهذا اليوم أن نستضيف الكاتبة والشاعرة بيمان قاسم، فأهلا ومرحبا بكم. قصيدتي بعنوان نرجز وهي بالكردية. هر سال لسر خاكا هيفين خوا دهجم، هر سال لسر خاكا هيفين خوا دهجم، پلک جمن خود سپیر رونی و پلندی دبن أفسان جهرتني. نرجزم خج دمان ددزم لنوال هبونا خا دبم هلبستا آخو خما ودما هلم وبيتا دوجه لوارجهن من بلاب دبن ودما هلم وبيتا دوجه لوارجهن من بلاب دبن نازك بونا من دبي پنابرا لناف ترسو پرسان. چندی من دور پیش بکن، چندی من دور پیش بکن بستریو اوران ده هر بمینم کسرا اوین داران و گرزکن من جی و هر بمینن نیشانا سوزو اوینیان. نرجزم خج دمان ددزم بلزو بزم پنجرن كيف شاهيان بدكم بهنا خوا نامدگهين مسينوران. پنجرن كيف شاهيان بدكم وبهنا خوا نامدگهين مسينوران. شونگاوين داوي دفرهنگا وگرده دچيني وچنديكو من قربكن ديسا ازيشين بدن لفي واري والهمي وارا ازيشين بدن. وبعد هذا الاستهلال الشعري الجميل، حبذا لو نعرف مستمعينا الأعزاء على شخصكم الكريم. نعم، بكل سرور. اسمي بيمان قاسم، امرأة كردية بسيطة وريثة تاريخ طويل من الظلم والاضطهاد، وأني أحاول جاهدة أن أعوض ذلك الحرمان بتحويله إلى أحرف وكلمات لأنشرها على أسطر وصفحاتي بكل صدق وإخلاص. وماذا عن الجانب الثقافي لديك؟ ماذا يمكنك أن تحدثين عنه؟ في الحقيقة لي أعمال عدة في معظم أنواع الأدب من شعر ونثر باللغتين العربية والكردية، وقصص قصيرة، وأيضا الرواية، وكلها مخطوطة غير مطبوعة، إضافة إلى العديد من المقالات المنشورة في الصحف والجرائد الكردية والعربية الورقية منها والإلكترونية. في الواقع أود لو نخصص جزء من حديثنا عن المرأة المثقفة. فأولا، هل توافقين على هذا المصطلح؟ حقيقة أن المرأة الشرقية عموما والكردية خصوصا تعاني في تكوينها النفسي في مجتمعنا من النقص والدونية، وذلك نتيجة لتراكم قرون عدة من الاضطهاد الممارس ضدها بالنظر إليها كضلع قاصر في المجتمع، وكون العادات والتقاليد المتوارثة وكذلك الدين والدولة أيضا كتحصيل حاصل لتلك الثقافات قد قضمت الكثير من حقوقها واعتبرتها غير أهل لتولي المهام الجسام، ولكن أعطتها حرية التعلم في العقود الأخيرة
حين وجدت أن الثورات الصناعية المستوردة من الغرب لا يمكن أن تنجح بالاعتماد على الرجل فحسب دون المرأة، فلذلك باتت الثقافة بالنسبة للمرأة الكردية ضرورة ملحة لتتمكن من تفعيل قدراتها وإمكاناتها دون الاتكاء على الرجل، لأنه ما لم تتمكن المرأة المثقفة من تثقيف وتوعية نفسها بنفسها يصعب عليها بصراحة خوض زمام الأمور في مختلف مجالات الحياة. هذه المرأة بماذا تختلف عن المرأة العادية؟ تختلف عن المرأة العادية بأنها خاضت الكثير من التجارب في مجال العلم والمعرفة. نعم. وعلى الصعيد الاجتماعي، هل ترين نفسك كمثقفة قادرة على الاندماج في مجتمع زبونية ريفية، أم أن الواقع يفرض شكل علاقاته علينا؟ المعرفة بحر شديد الملوحة، فكلما اغترفت منه شعرت بالعطش الشديد وبالرغبة في المزيد، والعالم المعرفي لا يتوقف عند خط معين أو حد معين. وبالنسبة لي أشعر بالظمأ كلما أردت أن أثقف نفسي، وكلما تبحرت في المعرفة شعرت بالنقص في بلوغ درجة الريادة. أما على الصعيد الاجتماعي فلكل مجتمع قالبه المفروض وهالته التي تعتبر خط أحمر يمنع تجاوزه، فإننا إن لم نستطع توسيع ذلك القالب أو تغييره فالأجدر بنا البحث عن سبل أخرى لتحقيق ذلك الهدف بما لا يتعارض مع مصلحة المرأة من جهة ولا يحدث تصادما في الوقت نفسه مع قيم وأخلاق المجتمع. واستطرادا وحسب أحد تعريفات الثقافة هو الذي يقول بالقدرة على التكيف مع الواقع. بهذا المعنى فإن كل امرأة كردية هي مثقفة، وهي بذلك مهيئة أن تقود مجتمعها كونها مدرسة من جانب آخر كما وصفت. فهل تعتقدين أنها فعلا قادرة على القيام بهذا الدور؟ التكيف يكون بالتفاعل مع الصحيح والحقيقي أولا بأول، فلا يمكنك التكيف مع ما هو معاد لمنطلقاتك وأفكارك رغما عنك، كالقبول بسياسة الأمر الواقع مثلا، لأن هذا يدفعك إلى الاصطدام مع الطرف الآخر المسيطر. والمرأة الكردية أما كانت أم أختا أم مربية أم معلمة أم مدرسة لها القدرة لأن تلعب دور المرشدة الفكرية لكل من تتفاعل معهم ضمن وسطها الاجتماعي. وكوني مدرسة فأنا على الأقل أجد نفسي قادرة على قيادة المجتمع الصغير الذي هو الصف المدرسي. أقود الصف بطريقة منطقية حيادية موضوعية صحيحة تاركة حرية الاختيار للطالب أو الطالبة. هذا ما أعتبره جزء من التثقيف الاجتماعي في المجتمع الكبير الذي أعيشه. وكيف ترين دور المرأة المثقفة في مجتمع مضطهد ومتخلف؟ بصراحة هذا السؤال هو استكمال للسؤال السابق، لذا اسمح لي أبي أن أكرر بأن المرأة المثقفة كإحدى عناصر المجتمع لابد أن تصب كل ثقافتها على المجتمع الذي هي مسؤولة عنه بطريقة موضوعية ومنطقية دون التصادم مع الطرف المضطهد. لماذا؟ لئلا يبقى الطرف المضطهد متخلفا، فالمضطهد كما هو معلوم لا يقبل الثقافة كما نجده الآن في أيامنا هذه كتطبيق مناهج التعليم الإيديولوجية المتحزبة على الطلبة في مناطقنا ليبقائهم جهلة. وهذا يذكرني بقول الكاتب عبد الرحمن الكواكبي: العلم والاستبدان ضدان متغالبان. وعلى الجانب الخاص أنت تعيشين كزوجة في منزل بجناحين، امرأة ورجل مثقفين. إلى أي مدى تعتقدين أن ارتباطا كهذا أنجح من ارتباط من نوع آخر؟ أنت اعتبرت الزوجين المثقفين جناحين، وهذا تعبير جميل. بصراحة الأسرة الناجحة يلزمها بالضرورة طرفين متكافئين فكريا، باعتبار الأسرة عماد المجتمع المتحضر في عصر التكنولوجيا والتقنيات. كما أن التحليق في سماء العلم والمعرفة يلزمهما جناحان، أقصد الزوج والزوجة، قادران على بناء أجيال وتعليمهم الطريقة المثالية للطيران والتحليق. هذه التجربة إلى أي حد ساهمت إيجابا في تحسين أدائكم الثقافي كالكتابة مثلا؟ يسرني وبفخر أن أقول أن الوسطاء الذين ساهموا في لم شملنا كزوج وزوجة وبناء أسرة كردية متميزة هم الورقة والقلم والفكرة. ودعني أقول لك من هذا المنبر، منبر هيفي FM، بأنه ليس هناك أجمل من أن يربطك بالحبيب كتاب. هل تتشاوران في ما تكتبانه؟ ومن يتنازل عن أفكاره للآخر؟ المسألة ليست مسألة تنازل أو عدم تنازل، فالفكرة التي تأتيك عادة ولا تأتي شريكك لا يعتبر تنازلا إن لم تخطر له أو العكس، ولكن باعتباري لا أمتلك تجربة سياسية بمتاهاتها وترهاتها رغم اهتماماتي السياسية، فأنا لست شخصية سياسية، فالتشاور بيننا عادة أثناء الكتابة يتم على هذا الصعيد، أي فيما يتعلق ببعض القضايا التي يكون الطابع السياسي غالبا عليها.
أما من ناحية أخرى أنا أعتبره القارئ الأول المستمع لكتاباتي، ويهمني رأيه بالدرجة الأولى. سيدتي، نحن في الشرق تعودنا على خضوع الأنثى للشريك الآخر. هل تعتقدين أن المثقف الكردي وصل حد ممارسة الأفكار التي يعلن عنها في كتاباته، أم أنه ما زال ازدواجيا متناقضا بين القول والفعل؟ إذا تطرقنا إلى موضوع الخضوع، فالخضوع نوعان: أحدهما الخضوع الزوجي، وهو ما هو متداول بين الناس من تبعية المرأة لزوجها بعد الزواج في السجلات الرسمية، وما تمارسه المرأة الشرقية تجاه زوجها وفق الدين والمعتقد والأعراف المتوارثة. أما النوع الآخر الخضوع، وهو الطاعة العمياء التي تفرض على الزوجة شاءت أم أبت، والغرض منه قتل شخصية وكيان المرأة وإذلالها وسلب كرامتها بكل المقاييس، لأن في تحقيق ذلك عند البعض إثبات لذكورة الرجل. وأنا كامرأة في القرن 21 لا أعتبر الزوج الذي هو من النوع الثاني مثقفا، لأن المثقف لابد أن يقبل بالآخر رأيه وكيانه وشخصيته ونوعه، زوجا كان أم صديقا أم قريبا أم غريبا أو حتى مخالفا للفكر والمعتقد. لا أعتبره مثقفا، بل أعتبره كمن يتخبط في مياه عكرة يوحي للرائي بأنه زلال. وبصراحة وبدون دبلوماسية، أليست الحياة مع رجل مثقف متطلبات خاصة قد تكون مزعجة أحيانا؟ لا، على العكس تماما. ومصطلح المثقف من وجهة نظري يعني لي بأن المثقف رجلا كان أم امرأة، شخصية متكاملة فكريا واجتماعيا نفسيا وروحيا، ويمكن التعامل والتحاور معه بكل مرونة وشفافية، وليس مثقفا من يتبضع مجانا من أسواق الفيسبوك وتويتر واليوتيوب وغيرها من شاشات التواصل الاجتماعي كما هو متعارف عليه الآن في أوساطنا الاجتماعية. لديك قصيدة تحت عنوان زوجة سجين كتبتيها أثناء اعتقال الأستاذ عمر زوجك، هل من الممكن أن نستمع لهذه القصيدة؟ نعم بكل سرور. مساء زوجة سجين. مساء خريفي باهت الألوان، حيث صخب التعساء الصامت الغارق في العدم ما بين وجنتي الألم والأمل. تعبرنا مقطورات ملأى بكلمات وعبارات وجمل، تسرح في فضائينا ذكريات وترهات على عجل، لا تتلقحان لا تتسامران، فأمامي إبريق ماء دافئ أرشفه مع عشبة منتحرة، وأمامك قصعة نار تحرك فيها هواجسك المستعرة. حولي نوافذ وأبواب موصدة لا أفتحها عقابا غيابك. حولك اسفلت وجدران مرصوصة لا تتكئ عليها أملا بالإياب. لحظات تدندن على أوتار صبري بين عبث نجم طائش واتزان الأفق، تحن إلى صرير مفاتيحك المتأرجحة بين دفتي ابتسامة بيضاء، تصغي وأنت ممدد قربي إلى تنهدات حلم متعال بلا رياء. فالمسافات والليالي والأماني تتدافع وتتناطح، تجتمع في جوقة ثورية عابرة، ترفع في يد غصن زيتون وفي اليد الأخرى ريش حمامة طلقة حائرة، تحذو على أهداب حذو الكحل الأرجواني، تتناوب عتبة نافذة كأصيص زهر موسمي، تستبقي خلفها حفنة أشواق تجعل الباب مواربا للانشطار، فأنت هناك حيث لا تميز الليل من النهار، وأنا ها هنا بحضن الوهن، عين تحرس بشغف النرجستين والعين الأخرى تجتر الهنيهات في الانتظار. حولك اسفلت وجدران مرصوفة لا تتكئ عليها، هكذا نادت بيمان قاسم زوجها بين جدران ذلك السجن الرهيب. سيدتي،
وأنتقل معك إلى محور آخر من وحي كتاباتك. تقولين في بوست لك: أيها الراحلون، لم تتركوا لي خلفكم سوى بقايا صور وجدران، ذاكرة لأعلق عليها أشجاني. وأسألك هنا: إلى متى سنبقى نكتب عن الراحلين والشهداء والمفقودين والأسرى؟ أما آن للهزائم أن تنتهي؟ أقول عنهم إن بحر الكتابة لا يجف أبدا، فكلما ارتفع موج لإغراقهم أو إغراق أحدهم فاضت مشاعرنا أحرفا وكلمات، وسنبقى نكتب عنهم طالما أننا نجد حولنا أماكن فارغة لظلالهم، وطالما أنهم خلفوا وراءهم صفحات شوق لأجمل ذكريات قبل مغادرتهم ضفاف أفراحنا. أما بالنسبة للهزائم لابد من إيجاد معادلات أخرى تلغى فيها مفهوم الغالب والمغلوب. كما وتقولين في نص قصير لك: عندما تهب عاصفة هوجاء تصفع أغصان الشجر وتعبس بالرمل والحجر. هذا لا يعني أن الأغصان لن ترجع إلى هدوئها، والرمل إلى سكونه، والحجر إلى رقوده. سيدتي، من أين هذا الإيمان بأن الانكسارات ستتحول إلى انتصارات؟ وهل تعتقدين أن مجتمعنا ما زالت فيه هذه الروح وهذا الأمل بالغد، أم أنه فقد توازنه وبات يسقط في كل الجهات كأشجار غابة تحترق؟ تلك العواصف ما مستاهل ليست سوى مصائب ومتاعب تلم بنا، فالهروب منها لا يعني بأنها انتهت، بل على العكس تماما ستظل ترافقنا. لذا فالقضاء عليها يتم بمواجهتها لا بالهروب منها، وسلاحنا للقضاء عليها هو الإيمان بانتصاراتنا وانكسارها في آن واحد. وفي محور آخر حول المثقف والمجتمع، أسألك: كيف يمكن للمثقف أن يساهم بفكره في مواجهة حالة مجتمعية كالهجرة مثلا، والتي تحولت إلى ظاهرة تبناها المجتمع نفسه؟ هناك هجرة وهناك تهجير، فالهجرة لها أسبابها كالفقر والخوف والمرض وفقدان الأمان والرغبة في ضمان المستقبل أو حياة أفضل. أما التهجير فهو أشد وطأة لأنه قسري، يرغمك على مغادرة الأماكن الممتلئة بك والذكريات التي نسجتها على أوتار عمرك عاما بعد عام، من خلال ممارسات تتنافى مع قيم الثورة التي حلم بها وتبناها كل ثائر. ونستمع إلى قصيدة تحت عنوان قرب الغسق. قرب الغسق. أهدي هذه القصيدة لكل من جرته أيادي الغربة مسيرا لا مخيرا. أحتسي شغفي متكئة على شرفة الغسق، أحتسي شغفي متكئة على شرفة الغسق، يباغتني المساء بصراخ النجم التائه عن مداره، يسلبني سماء امتلكته بشهقة أمل، يجمع من حولي وسائد غيم أوسدت عليها نظرات أشواقي، وبعد هنيهة يلفني بوشاح من القلق، يدفعني إلى ميدان أجرد الكلمات ليسبر أغوار أعماقي محمحما، ثم يحيل فضاءه الكالح صفحة بيضاء ليسطر عليها ملاحم أحلامي. هناك حيث لم تلثم حشائشها خطوات بعد، حيث لم تلثم حشائشها خطوات بعد، أستجمع إليها نفير تردد المتناثر بين عبق اللقاء وصخب الوداع، أجر ورائي قدمين مندملين بالرفض، دمعتين حائرتين ترفلان بقشعريرة، رزمة أوراق صفراء تخلدني، أنين زهر ترويها أغاني الضحى، مكتبة مرصوفة في دواوين عروقي، محبرة
فاض صداها اغترابا وحقائب إذعان محشوة بالتحدي. وبعدها أسدلوا ستائر العنفوان على كل ذاك الأسى، أسدلوا ستائر العنفوان على كل ذاك الأسى، لتغدو أجزائي للرحيل رهينة. إلى هناك، إلى حيث لا أرض ولا سماء، لا شفق يسامرني ولا غسق، إلى حيث لا صبح ولا مساء، لا أرق يعتريني ولا قلق. إلى هناك، إلى حيث لا أرض ولا سماء، لا شفق يسامرني ولا غسق، إلى حيث لا صبح ولا مساء، لا أرق يعتريني ولا قلق، سوى ناطحات سحاب تقرن بقايا ابتسامتي، أرصفة بلهاء تجهل كل الألوان، لغات تقبر عند عتبة مفرداتها لغتي، تماثيل ونوافير تستنكر تاريخي، فصول تقزم حبي للزهر والشجر والمطر، حدائق يتغنى في روضها بلابل حيرتي. وأما أنا فلا أملك بين هذه المنعطفات والأدغال، وأما أنا فلا أملك بين هذه المنعطفات والأدغال إلا نبض ذاكرة يختلج في محرابها ماضي وحاضر وغد. النصك السابق يباغتني المساء بصراخ النجم التائه عن مداره، ومن هذا الجانب نرى أن جزءا هاما من الفئة المثقفة قد تاهت عن مدارها وانجرفت مع هذه الظاهرة، وبات ينظر لها من الخارج. فإلى أي حد من الممكن تغيير سلبيات ما في مجتمع من خلال التنظير من خارجه؟ الفئات التي أشرت إليها، الفئة المنظرة المثقفة المنظرة، لها طابع اتباع سياسة الهجرة القطيعية، يعني كقطيع الغنم. فالذي يقود الشعب والمجتمع بالمعرفة والثقافة وقيم الثورة الحقيقية لابد له أن يكون دائما في المقدمة وفي الصفوف الأولى لمواجهة الصعاب وسد ثغرات اليأس عند الشعب، لا تركه أسيرا لانجرافات مصير المجهول. وأخيرا، لو كلمة قصيرة فماذا تقولين فيها؟ في الحقيقة أقول بل آمل أن أتمكن بعباراتي من تجفيف دموع اليأس التي يذرفها أبناء شعبي، كل طفل وكل صبية، كل أم وكل سن في أزقة وشوارع بلدي. كما أني أشكر إذاعتكم هيفي FM الموقر على تبنيها الكلمة الحرة التي هي نبض الشعب في بلوغ قمة المعرفة والحقيقة، راجية أيضا أن أكون ممن ساهم في إيصال تلك الكلمة لكل مستمعيها. الكاتبة والشاعرة بيمان قاسم، شكرا لاستضافتك لمنتدانا لهذا اليوم. شكرا لكم أيضا، مع تمنياتي لكم بالنجاح. أعزائنا المستمعين، كنتم في منتدى هيفي الثقافي، وكانت معنا الكاتبة والشاعرة بيمان قاسم ضيفة، ومع أرق تحياتي أنا معد ومقدم البرنامج فرحان كلش، وإلى لقاء آخر.